بتقولي ده؟ انت فاكره الناس كلها عايشه زينا في اوض وريسبشن وخلاص؟ ماما دي عندها فوق وتحت، واخوها هيبقى فوق واحنا هنبقى تحت سهرانين، واكيد مش هأيد حريه باباها ومامتها في اي حاجه، هما فوق برضو قاعدين في اوضتهم، احنا تحت يا ماما مفيهاش حاجه. لا فيها مليون حاجه على الاقل بالنسبه لنا. انا ما بخنقش عليكي ولا بضايقك. قضي يومك واتبسطي واقعدي مع اصحابك لاخر اليوم، واسهري معاهم شويه كمان، وعشان ما تجيش لوحدك انا هتصل عليكي واجي اخدك بنفسي. ماما لو سمحت انا مش عايزاكي تيجي بالليل، ما كلهم قاعدين، وبعدين ايه المنظر بتاع ان امي تيجي تاخدني وانا عيله؟ لا منظر ولا حاجه، دي ولا حاجه تقل منك ولا تعيبك، ده منظر ام بتخاف وبتحافظ على بنتها. انا معرفش الناس اللي انتي رايحه لهم، انا كل اللي اعرفه انتي بنتي وبس، انتي مسؤوليتي، وهعمل اي حاجه عشان احافظ عليكي من القريب والغريب. ماما لو سمحتي ما تقفريش، كل الناس بتبات عند بعضها، ما جاتش عليا. فين بقى الافوره؟ انا اضمن بصه اخوها او حتى ابوها ليكي هتبقى عامله ازاي؟ انا اضمن ان انتي تفهمي لما حد يبص